نأتي إلى الشبهة الخامسة ونختم بها الكلام، وهي بحق إخوة شبهة خطيرة جدا، لأن المتكلم بها عالم من العلماء، لكن للأسف هو ابن حزم، وابن حزم صاحب شذوذات عند أهل العلم. ابن حزم صاحب شذوذات عند أهل العلم، والعلماء حذروا من شذوذات ابن حزم. ابن حزم ماذا قال يا إخوة؟ ألخص لكم كلامه. ابن حزم عكس عقيدة أهل السنة والجماعة في الصبر على جور الولاة، لغاها، لغى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصبر على جور الولاة. قال إيه؟ قال الأحاديث التي فيها اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال هذا يتعارض مع قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب وبعدين قال لك الأحاديث دي منسوخ. الأمر الثاني، عندنا أحاديث فيها الأمر بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبناء عليه يجب أن ينكر على الحاكم ظلمه. ثالثا قال إن عدم الإنكار لمنكر الحاكم هو طاعة له في ترك واجب، وهو إنكار المنكر عليه، وهذا من طاعته في معصية الله والواجب منعه. رابعا قال إن الأدلة التي فيها النهي عن القتال والخروج على السلاطين منسوخة. طب وش اللي نسخها؟ قال قوله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذا بغى الحاكم وأخذ المال وضرب الظهر فاخرجوا عليه. ولذلك وحيد عبد السلام بالي أبلاه الله لما ألقى محاضرة قديما سوغ فيها جواز الخروج على السلطان، وأنا استمعت إلى المحاضرة كاملة، ولعل إن شاء الله قريبا يكون لي محاضرة في الرد على وحيد عبد السلام بالي. يعني ألقى محاضرة تكلم على قضية الخروج على السلطان، انتهى بما يلي: أن قضية الخروج على الحاكم المسلم محل خلاف، فلا ينكر على من رأى جواز الخروج، وأن دي مسألة اجتهادية. ومما حشد من الأقوال مذهب ابن حزم أنه يرى الخروج على السلطان. بالله عليكم، هل هناك سلفي يحتج بابن حزم في هذا الباب ويترك عقيدة أهل السنة والجماعة إلا إذا كان إنسان في قلبه هوى؟ أنا يعني ما الذي ذكرني بوحيد عبد السلام بل هذا الكلام؟ أسألكم هل هناك سلفي يعتمد هذا الكلام من ابن حزم ويترك عقيدة أهل السنة والجماعة؟ طب أسألكم، أنا أترك الإمام أحمد الذي يقول وهو يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أترك هذا وروح لابن حزم؟ هذا كلام خطير. يجاب على هذا. طبعا أنا لخصت لكم كلامه، وكلامه موجود في كتابي الفصل في الملل والأهواء والنحل، لكن هذا خلاصة كلامي، نأتي للرد عليه. وإن كان والله الرد عليه يكفي أن نقول هذا كلام خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا عبرة به. هذا جواب مجمل ويكفي. يعني لو عرض عليك هذا الكلام وليس عندك عليه إجابة مفصلة يكفي أن ترده بالجواب المجمل: هذا الكلام خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يلزمني، انتهى خلاص. أما قوله أما استدلاله بالأدلة الدالة على وجوب إنكار المنكر وعدم وأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيقال هذه أدلة عامة، وعندنا أدلة خاصة تأمر بالصبر على جور الحاكم، والدليل الخاص يقدم على الدليل العام. الوجه الثاني أن يقال له إن أهل السنة مجمعون على السمع والطاعة للحاكم المسلم وعلى الصبر على جوره، والإجماع قطعي الدلالة فهو حجة مقدمة. الوجه الثالث
أن كلام الصحابة رضي الله عنهم كثير في الصبر على جور الحاكم المسلم. منه قول عمر لما قال للسويد بن غفلة: يا أبا أمية لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اسمع وأطع للأمير، فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. ليش عمر ما قال له أخرج عليه؟ ابن عمر لما أراد عبد الله ابن مطيع، لما تجهز عبد الله ابن مطيع وأهل المدينة للخروج على يزيد بن معاوية، هل حرضهم ابن عمر على الخروج؟ هل ابن عمر حرض أهل المدينة على الخروج أم نهاهم؟ ذهب كما ذكرت في خطبة الجمعة في شرح حديث حذيفة، ذهب إلى عبد الله بن مطيع وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويزيد بن معاوية كان معروفا بالظلم والجور كما كان معروفا بذلك الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذه سيرة الصحابة مع أئمة الجور. فكيف يزعم ابن حزم أن الأدلة دل على الخروج على أئمة الجور؟ أيضا من الأجوبة على ابن حزم أن ابن حزم لم يفرق بين السلطان وغيره في أخذ المال وضرب الظهر، واستدل بالأحاديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن أهل العلم فرقوا بين السلطان وبين غيره في أخذ المال. يعني حديث من قتل دون ماله فهو شهيد هذا في العموم، لكن لو دخل عليك السلطان وأخذ مالك فليس لك أن تقاتله. اسمعوا يا إخوة ماذا يقول ابن المنذر. يقال ابن المنذر: وهذا يقول عوام أهل العلم، يعني بيحكي إجماع. يقول ابن حزم: يقول عوام أهل العلم إن للرجل. ابن المنذر، أنا قلت إيه؟ لا، يقول ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء، يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إن أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. ليه؟ قال: للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. انتهى كلامه. ابن حجر نقل كلام ابن المنذر في فتح الباري وأقره عليه. يبقى إذن من قتل دون مال فهو شهيد، هذا في غير السلطان. فكيف يأتي ابن حزم ويعممه على السلطان وعلى غير السلطان؟ وأما دعواه إن هذه النصوص منسوخة فهذا عجيب. عجيب يا إخوة أن ابن حزم له كتاب في علم الأصول اسمه الإحكام في أصول الأحكام. وهذا يا إخوة يدل على أن العالم بشر يخطئ ويسهو ويغلط. كيف هذا؟ من المعلوم أن النسخ متى يصار إليه؟ إذا أولا لابد من معرفة المتقدم من المتأخر، ثانيا عدم إمكان الجمع، بغير هذا لا يقال بالنسخ. طيب، النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: تعذر الجمع ومعرفة المتقدم والمتأخر، وكلا الشرطين غير متحقق فيما ادعاه ابن حزم. فليس هناك ما يدل على تأخر الأدلة القاضية بما يقول ثم الجمع ممكن، بأن نقول الأدلة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأدلة التي فيها الأمر بالقتال دون المال والنفس، هذه أدلة عامة، والأدلة التي دلت على الصبر على جور السلطان أدلة خاصة، وبالتالي لا يصار إلى النسخ لعدم الحاجة إلى ذلك. وأخيرا، القول بالنسخ
لم يقل به إلا ابن حزم ولم يسبق إليه أحد من أهل